شبه الونسو للتربيه والتعليم يا بتاع نيكول. تعال نتكلم على التفاصيل بتاعت الكلاسيكو، بس وانت داخل بقى لايك كومنت واعمل لي سبسكرايب وفعل الجرس عشان كل اللي انا عامله ده من اجلك انت حبيب اخوك. يلا حبيبي يلا حبيبي. مبدئيا بدأ ريال مدريد الخطة ب 4-1-4-1. بدأ بكورتوا، هايسن، ميليتاو، فالفيردي، كاريروس. خط دفاع على اعلى مستوى ما تمش اختراقه غير في عدد محدود من الدقايق وعدد هجمات محدود. قفل الاطراف عن طريق كاريروس بمساندة اردا جولر على طرف من الاطراف، وبمساندة كامافينجا على الطرف اليمين لفالفيردي علشان ما يخليش بالدي يخرج. واحنا بنحضر الكوره احنا بنحضر باريحيه لان معانا لعيب محطوط جوه ثلاجه بيبتدي يخرج بالكوره من ورا لقدام اسمه دين هايسن. حلو الكلام حلو الكلام. اللي اجمد منه ان الولد ميليتاو ده برغم الاصابات اللي جات له كتير، ولكن هو النهارده بيثبت ان فعلا لولا الاصابات الواد ده كان يلعب اساسي خالص في ريال مدريد. الواد ده جامد جدا، فكانوا عاملين توازن دفاعي كبير جدا. حلو الكلام. وعدم وجود ليفاندوسكي ادالهم الاريحيه في ان هم يعرفوا يلعبوا كوره من ورا لقدام. لكن انا كنت بروح للمعضله اللي بتقول تشاوميني النهارده عمل ماتش كويس جدا يروح للجيد جدا. ليه بقى؟ لان هو عمل اللي عليه. تشاوميني ده عايز مدرب يقول له اعمل 1+1=2 ولا بيساوي 3 ولا بيساوي 1، يعني من الاخر كده اظبط الكلام. حلو الكلام حلو الكلام. طيب ليه تشاوميني نجح النهارده؟ لان اولا اردا جولر تمام وكاريراس قفلوا الحته دي، وكاريراس مسك اليمين يامال هو وروني حطهم في جيبه. حلو الكلام حلو الكلام. فلما تروح الناحيه الثانيه لفالفيردي وكامافينجا، فكامافينجا قفل على بالدي وبقى بيخرج بالكوره من هنا بكل سلاسه، ولما بيخش لجوه بيدي المساحه لمين؟ لفالفيردي، ولو دخل لقلب الملعب بيخلي بلينجهام يسقط في الحته دي عشان يبتدي هو اللي يبقى داير عمليه الكوره من لعب من التلت الاولاني للتلت الاخير في ايصال الكوره ورا المدافع. طيب كان في لعبه بتتعمل تاني، اللعبه دي كانت بتقول احنا بنعمل اوفرلود ايزوليت عشان نشوف اللعب هنا في الحته دي وننقله على مين؟ على فينيسيوس جونيور، عشان دايما نخلق لفينيسيوس جونيور موقف 1-على-1 او 1-على-2، وهو في كلا الحالات هيتعامل. بجانب ان اليمين يامال ما بيرجعش يدافع هنا، فكان بيضطر لبدري او ديونج ينزلوا مع كوندي علشان يدافعوا. جميل الكلام جميل الكلام. لولا كوبارسي وجارسيا في الخروج بالكوره وما كانوش على اعلى مستوى، خلي بالك ريال مدريد كانت قدرت تضغط اكتر من ورا لقدام وتاخد الكوره بشكل كبير، لكن الاثنين دول بيلعبوا كوره. الشلل اللي حصل لبرشلونه النهارده بسبب فيران توريس مش اللاعب اللي هينزل لك ويبتدي يفرغ المساحات للاثنين ويخش لجوه. وانا قلت لك طول ما انت قفلت الاطراف بتاعه برشلونه هم مش هيعرفوا يلعبوا، لان انت في نص الملعب عملت لهم كثافه ازاي؟ انت كنت بتلعب ببوكس ميدفيلد بالمنظر ده كده تمام، بلينجهام وكامافينجا وجولر وتشاوميني. فالبوكس ميدفيلد ده بقى فات في ايه يا معلم؟ هقول لك انا فات في ايه. انت لما تعمل كده اهو، انت لما تعمل كده فتقفل لي ايه؟ هتقفل لي نص الملعب ده، فهم مش هيعرفوا يخرجوا بالطريقه دي، هيبتدوا يروحوا على ايه؟ على الاطراف. هو لو راح للطرف ده فانت هتشد اللعيبه كده اهي، كل اللعيبه هتتشد كده، فاللعيبه قفلت الجنب ده، فهو مضطر لايه؟ اللي هو ينقل عند مين؟ عند اليمين يامال. الكره مجرد ما وصلت هنا خلاص هي مات. كاريروس راح جايبه حطه في جيبه، نزل له رين راح حطه في جيبه، نزل لهم نيكول عشان تطبطب على اليمين يامال من فوق، راح واخدها حاططها في جيبه ومطلع نيكول فوق وفضل يبدل فيهم في الجيبين بتوعه. حلو الكلام حلو الكلام. يعني انت معنى كده بتقول لي ان الولد كاريروس ده واحد من نجوم الماتش، هو الثاني نجم الماتش بعد بلينجهام، لان بلينجهام في التمريرات التقدميه، في التمريرات من الثلث الاول للثلث الاخير، في صناعه الفرص، في الحفاظ على الكوره، في الخروج بالكوره، هو بالنسبه لي رقم واحد وملوش واحد. بلينجهام في خطه الدايموند، لو انت لما عملت اصل هو لاعب دايموند فلاعب ب4-1-2-1-2 بالمنظر ده كده، فالخطه دي بتقول دايموند، بس هو وسع الدايموند شويه وخلى كامافينجا هو اللي هنا. فالدايموند دي بتدي مساحه لمين؟ بلينجهام ان هو يخش مهاجم يا اما يبقى هنا بلاي ميكر. طيب الحاجه الثانيه لما كان بيضغط في عمليه الضغط العكسي ب4-3-3 فهو كان قافل الممرات الخمسه بس بطريقه مختلفه. امبابي انت هتقفل الحته دي، هتروح يا بلينجهام انت وفينيسيوس على الممرين دول، ولما نروح بعد كده على الاطراف
هيقفل جولر وهيقفل كامافينجا، فانت قفلت الحته دي. فلما الكره كانت توصل عاليه تشاوميني هو وفران توريس يروح هنا، تشاوميني كان يتفوق لان لياقته والبدني بتاعه اعلى من فران توريس. طب لو الكره راحت هنا خلاص هي كده ماتت هنا. الفكره بقى كانت فينا في مين؟ في راشفورد. راشفورد اللي قدر يصنع فرصتين، راشفورد اللي عمل اسيست. راشفورد بصراحه هو نجم برشلونه اليوم بلا منازع. وراشفورد لو كان بيلعب عليه ارنولد لا كان فتش فيه اكتر من كده، لان راشفورد في الفيزيكال بتاعه في السرعه والتسارع لعيب كبير، وراشفورد في عمليه الركل لعيب اكبر بكتير. تمام. فهو من الاخر كده اقفل مفاتيح اللعب بتاع برشلونه، انت نيمت برشلونه على الدنيا. انت بقى من وجهه نظرك، سيبك من وجهه نظر انا، تشابي الونسو لو دار كل المباريات الكبيره بنفس اسلوب اللعب وبدا يفكر في الشوط الثاني بلعبه الشطرنج زي ما عمل، ونزل سيبايوس ونزل ابراهيم دياز، حلو الكلام، وقفل عمق الملعب لان الاتنين دول في العمق بيقفلوا كويس جدا، يقدر يكسب دوري ابطال اوروبا؟ ولا هل غرور اليمين يامال هو اللي عمل حاله جوه ريال مدريد ان احنا كده كده هننزل نكسب؟ ده اللي بقى انا مستنيه منك في الكومنتات بعد ما تعمل لي لايكك الجميل، كومنتك الاحلى، تمام، والسبسكرايب بتاعك اللي زي الفل، وتفعل الجرس الحلو اللي هو يا عم احنا مش هناخد من وقتك ثانيه الا ثانيه، اول ما ينزل فيديو هتلاقيه تيك جه. وبايا حبيب قلبي، ومستنيك الناحيه التانيه تقول لي رايك برضه.